انت بعت ايه عشان تطلع ترند؟ انت بعت ايه النهاردة عشان تطلع ترند؟ المراية النهاردة مش جاية تطبطب، جاية تكسر الوهم اللي بنيته. وانت فاكر انك بتكسب، بس في الحقيقة انت اللي بتتباع. احنا بقينا جيل مستعد يصور أدق تفاصيل بيته، ويهين أهله، ويتاجر بوجعه، بس عشان العداد يعلى. الحقيقة اللي بتداريها ورا الفلاتر إنك بقيت سلعة في سوق ملوش صاحب، والمشتري بيمل منك في ثانية ويشوف غيرك. الشهرة زمان كانت بتيجي للي عنده قيمة، النهاردة بتيجي للي عنده جرأة على نفسه. بقينا نشوف ناس بتهين كرامتها قدام الكاميرا بدم بارد، وفاكرين إن ده ذكاء. انت مش مشهور، انت مكشوف، عامل زي بيت من غير ستاير، أي حد يعدي يبص ويمشي. فتحت باب بيتك لمليون غريب يدخلوا يتفرجوا على حياتك ويقيموا لبسك ويحكموا على عيشتك. بعت خصوصيتك بتمن رخيص قوي، شوية تفاعلات وهمية بتختفي أول ما الشاشة تطفي. وعارف إيه اللي بيحصل لما بطاريات الترند تخلص؟ بتقعد مع نفسك وتحس بقرف، قرف من كل مرة مثلت فيها ضحكة مش طالعة من قلبك، أو حكيت سر ما كانش ينفع يتقال. انت فاكر إنك بتبني مستقبل، بس انت في الحقيقة بتهد هيبتك. والهيبة لو راحت مفيش لايك في الدنيا هيرجعها. اللايك بيزود الرقم، بس بيقلل من صاحب الرقم. عشان ترجع إنسان ليه قيمة، اقفل باب بيتك. الخصوصية مش تخلف، الخصوصية رقي. دور على الأثر مش العدد. خليك الشخص اللي لو اتكلم يضيف، ولو سكت يوحش الناس. الترند بيموت في يوم، بس السيرة بتعيش العمر كله. وقبل ما تقفل الفيديو اسأل نفسك، ايه آخر حاجة صورتها وانت كنت عارف انها ما كانتش لازم تتصور؟ اشترك معانا، عشان هنا بنرجع القيمة قبل ما نرجع الكاميرا.